أهلاً بيكم في قناة قصص وروايات. هنا بنحكي قصص تلهمنا، تدينا أمل، وتخلي قلوبنا تدق بحب الحياة. يلا بينا نسمع قصة النهاردة. قصة وتر الكمان المكسور. كان يا مكان في يوم من الأيام كان في شاب اسمه عادل، موسيقي موهوب، كان بيعشق الكمان. بيقولوا عليه إن إيده سحر، تطلع أنغام تلمس القلب وتخلي العيون تدمع من جمالها. عادل كان دايماً يشتغل على وتر واحد مميز في كمانه، كان بيعتبره سره الكبير. كل حفلة، كل مقطوعة، لازم الوتر ده يكون موجود، وكان متأكد إن صوته مش هيبقى حلو من غيره. في يوم قبل حفلة كبيرة كان مستنيها من شهور، عادل كان بيجفز كمانه، وفجأة الوتر المميز انكسر. عادل وقع على الأرض، حس إنه خلاص الحلم ضاع والجمهور هيزعل وهو مش هينفع يطلع يهزف. لكن عادل قعد هادي شوية، خد نفس عميق وقال لنفسه يمكن ده اختبار، يمكن لازم أكتشف صوتي الحقيقي بعيد عن الوتر ده. طلع على المسرح وهو خايف، مسك الكمان وبدأ يعزف بأوتار أقل. الغريب إن صوته كان مختلف، لكن أعمق، أحلى. الجمهور انبهر، الكل سكت في الأول وبعدها سقف تصقيف هستيري. عادل حس إن صوته الحقيقي مش في أي وتر، مش في أداة ولا في حيلة. صوته الحقيقي كان في قلبه، في إحساسه، في شغفه اللي بيحرك إيده ويدخل الألحان في قلب كل واحد بيسمعه. بعد الليلة دي عادل ما بقاش يخاف من كسر أي وتر، لأنه عرف إن قوته مش في الكمال، لكن في روحه الحقيقية اللي بتطلع في كل نغمة. العبرة: قوتك الحقيقية مش في أدواتك ولا في الحاجات اللي ماسك فيها، قوتك في قلبك وروحك، هما اللي بيخلقوا أجمل نغمة في حياتك. لو عجبتك القصة ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قصصنا. شكراً ليكم ونشوفكم في قصة جديدة.